السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي نسيبة مامرة. ان شاء الله تكونوا في احسن حال، تكونوا هانيين في حياتكم. طولت العيبة عليكم، تبالي عندي 15 يوم ولا ما حطيت فيديو. لا غالب كانت عندي شوية ظروف وكان عندي شوية انشغالات، لكن يعني عاودت رجعت ليكم وجبت لكم مقروط اللوز الجزائري، حلوى جزائرية تقليدية اللي نال المرتبة الأولى عالميا حسب تصنيف موقع تيست أطلس كأفضل حلوى في العالم. هذا الموقع المتخصص في تقييم المأكولات والحلويات الشعبية عبر العالم. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، يعني احنا مقروط اللوز يعني غني عن التعريف. صح، شرف لينا انه يحتل المرتبة الاولى، انه الناس تتعرف على حلوياتنا الجزائرية. شوفوا كيفاش يجي ولا اروع. راح نشارككم كامل هذه التفاصيل، وان شاء الله اي وحدة تكون حتى مبتدئة راح تجربوا وراح ينجح معاها. كنت شاركت معاكم قبل بالكاوكاو، هذه المرة راح نشاركوا معاكم على أصوله باللوز ويجي ولا أروع، وراح نشارككم حتى سعر البيع. نروحوا لطريقة التحضير. هنا عندي 450 غرام لوز أبيض، يعني كنت شريت لوز أبيض ورحيته. هنا نرحيوه متوسط، ما يكون، شوفوا هنا كيفاش راهو مرحي، ما يكون بودر كيما الكفته، ما يكون خشين كيما البقلاوه، يكون كيما المخبز ولا حتى شويه رقيق عليه معليش. عندي 450 غرام، ضروري اللوز هنا يكون رقيق. عندي زست ولا قشور 3 حبات ليمون، من الاحسن يكون عندكم ليمون الاخضر. وعندي نصف كمية السكر، نصف كمية اللوز سكر. هنا عندي 220 غرام سكر، ولا درتو بالكيلات 3 كيلات لوز، كيلة ناقصة ان دوا سكر. وهنا عندي نص مغرفة كبيرة عصير ليمون، وعندي مغرفة كبيرة مزهر، ولا ما عندهاش تقدر تستعملوا عطر المزهر. عندي ربع ملعقة صغيرة زبدة ولا مارغرين، ربع ملعقة كبيرة عسل. أنا استعملت مرجان وهذه خطوة اختيارية، تقدروا ما تضيفوهش. عندي نصف مغرفة كبيرة فاني بودر، وعندي البيض. هنا راح تحتاجوا تضيفوا بيضة صفارة هاك وتضيفوا حتى يتلم الخليط، عفوا قصدي لاباس. هنا بالنسبة ل 220 غرام سكر عادي، أنا رحيتهم شوية في البلندر باسكو راني شوية مزروبة، ثم تقدروا ترحيوهم تقدروا ما ترحيوهمش كيما حبيتوا. هنا عندي في إناء ضفت 3 قشور ليمون ولا زيت سيترون اللي كنت كرفجتهم. كرفش يكون شويه رقيق، ماشي اللي يكون خشين. وضفت السكر العادي اللي كنت رحيته، ضفت نصف مغرف كبيره عصير ليمون، وضفت ملعقه كبيره مزهر، ما تكونش مهمره. بالك تكثروا عصير الليمون والمزهر راح يجري لكم لاباز، ومن بعد ما راحش يجيكم الحبه واقفه. وراح نضيف قلت لكم ربع ملعقه كبيره عسل اختياري، وضفت لافاني، وضفت الزبده. هنا عفوا الزبده انا مش راح نضيفها في هذه المرحله، دوك نفهمكم علاش. هنا راح نضيف صفار بيضاء، نضيف لها كميه قليله من البياض، يا ربي مغرفه صغيره ولا. ونخلط هذا الخليط، ونخلي هذا الخليط يرتاح واحد النص ساعه. اذا كنتم مزروبين تقدروا حتى تحطوه في حمام مائي، حمام مائي واحد 5 دقائق ثاني راح تضمنوا باللي يذوب. المهم حتى تحصلوا على خليط يكون ابيض، هذا كامل السكر يذوب بيان. ونضيف هذا الخليط على 450 غرام لوز كنت مرحيته رقيق رقيق ماشي بودر. هذا هو سر اللوز. السكر لازم يذوب بيان، اللوز لازم يكون مرحي رقيق، ولا بات لازم تكون تتلاصق اذا كنتوا راح تبيتوها. اما اذا كنتوا ما راح تستعملوه ساعه ساعتين ولا، ما تخلوش لاباط تتلاصق باسكو بعد ما تجيكمش الحبه واقفه. هنا راح نعجنو شويه بيدي، ماشي حتى اني طيح يدي بصح نعجنو نوعا ما. وهنا اذا عجنتو وحسيتو طلق شويه اللوز الزيت نتاعو، نضيف له عصير ليمون. عصير ليمون راح يمصلي هذاك الزيوت تاع اللوز. وهنا بالنسبه للزبده نضيفها بعد ما نعجنو شويه، ما نضيفهاش المرحله الاولى باش ما يكونش يعني الدهون كامل تخرج. هنا شوفوا كيفاش قوام، وراه نوعا ما يتلاصق. انا بكل صراحه خليته يا ربي 5 سوايع ولا ما كانش عندي الوقت، غلفته بابي سوليفان وخليته يرتاح 5 دقائق، عفوا 5 سوايع، ومن بعدها جيت نستعمله. اذا جرات لكم لاباط ضيفوا لها مغرف فرينه ولا ما راحش تضر، عادي جدا. واذا حسيتوها شاده روحها بزاف تقدروا تضيفوا شويه عصير ليمون، واذا كانت شاده روحها بزياده تقدروا تضيفوا صفار بيضاء. هنا لقيتها شويه حاكمه روحها، ضفت لها كميه قليله من عصير الليمون. وشوفوا راهي لاباط راهي حاكمه روحها في نفس الوقت بات معسله.
باسكو تجي لاباط نوعا ما حاكمه روحها، بصح لازم ضروري تكون معزله. هذم هما لي زاستيس، ان شاء الله ما نسيت والو. شوفوا قوام لاباط. هنا راح نقسم لاباط باش نشكل حربوش. هنا بالنسبه الكيلو 200 غرام راح نجيب لكم 40 حبه، واذا كنتو حبيتو عالي بزاف راح نديرو كيلو 300 في 40 حبه. انا هنا 450 ولا غير نسيت شحال خرجت لي. دوك تشوفوا وانا نقطع فيه نقول لكم شحال خرجت لي نحبه. انا اكيد راح نروليه ونخليه مرولي، نحاول ما نسطحوش. هذا الشاغ نتاعو مقروط اللوز يجي مرولي ويجي بومبي ويجي عالي، ونحاول هنا يكون كامل مستوي واحد، ما تكونش جهة يعني عريضة وجهة ماشي عريضة. هذا الطابع راح يساعدني. واللي ما عندهاش تقدر عادي تكيل بزوج صباع هاك تميلهم وتكيل بهم عادي جدا، هاك باش تجيكم الحبة كامل سوا سوا. هنا الكوبات هذه راح تساعدكم في التقطاع، واكيد بعد ما نقطعوه راح نكملوا، راح نعاودوا نوقفوهم في ليكوتي باش تجيني الحبة واقفة. وهو عموما ما يتجنحش ياسر، يعني ما تكونش زاوية حادة كما مقروط الكوشة. واللي ما عندهاش هذا تابي سيليكون عادي ترش البلان دو طرافاي بشويه فرينه وتخدمه عادي. هنا شوفوا نعاود نوقف الزوايا ونبومبيه. اصلا زمان كنا نخدمو كل شيء بالفرينه، حتى البلا اللي نطيبو فيه كنا نخدموه بالفرينه، يعني نديرو كميه مليحه نعمروه فرينه ونطيبوه. هو مقروط اللوز طباعو زيت السيترون، قشور الليمون هذاك طباعو. كي نقولوا مقروط اللوز نقولوا القارص، سيرتو القارص اللي يجي قشرته خشينه، اللي يجي اصفر وقشرته خشينه راح يعطيكم يجي يفحفح ويخرج لكم كميه كبيره من قشور القارص. ولا باس تكون حاكمه روحها. شوفوا كيفاش راهي حاكمه روحها في نفس الوقت معزله. شوفوا 450 رفدت لي مام با صفار وكميه صغيره من بياض البيض، هاك باش تكون عندكم فكره. واذا كانت كميه كبيره ولا عرس ولا راح نديروا بيضه صفاره بيضه صفاره حتى يتلم لكم الخليط. شوفوا علوه راهو عالي، يزيدو كيطيب ويتنفخ. هنا بعد ما خدمته انا خليته يرتاح واحد الساعه قبل ما نطيبه. وهنا شوفوا شحال خرج لي نحبه، نحسب معاكم. خرج لي 14 نحبه. يعني بعد ما نخليه يرتاح ساعه راح نشعل الفرن يسخن 5 دقائق على 180 درجه، ومن بعد نقص له 160 درجه ونخليه يطيب ميم با 5 دقائق الماكسيموم 7 دقائق ما نزيدش، باسكو راهو جوست ينشف. هذا سر من اسراره، باسكو لا طاب ياسر اولا راح يبس، ثانيا راح يطيح في الفرن، يطيب غير من تحت ما يحتاجش يتحمر ولا شعل عليه الفوق. هنا عندي كاس مزهر ضفت له شويه عطر المزهر، ضفت له مغرف كبيره فرينه ومغرف كبيره سكر كلاسي، ونضيف له هنا واش راح نضيف له، راح نضيف له شويه مزهر بودر ماشي شرط تضيفوه بصح شريته بالميزان يعطيكم انغو هايل. وضفت له شويه فاني، وضفت له انا هنا مقروض اللوز نضيف له شويه عصير ليمون هاك باش يولي فحفح بالقارص، يعطيكم واحد الريحه واحد الذوق ولا اروع. طبعا اختياري، هنا ما كانش ما بقاليش عصير الليمون الطبيعي، كنت ضفت هذا تاع القرعه اللي يتباع. هنا راح نغمسه داخله خارجه ونخليه ينشف شويه، ولا تقدروا بابي سيرفيت نشفوه، ولا تقدروا حتى هذه العمليه ديروها غير بالبانسو، يعني تغمسوا البانسو في الشربات وتمسحوا على السكر عفوا على مقروط اللوز نتاعكم. ما راحش يرفد لكم كميه مليحه من الشربات، وبهذه الطريقه ما راحش يرفد لكم السكر وما راحش ييبس لكم. هنا ضفت شويه سكر كلاصي. بعد ما غربلته جبت مقروط اللوز اللي كنت غمسته في الشربات ونشف لي شويه، راح نضيف كميه السكر كلاصي وهنا نغربلو بهذه الطريقه. انا هذه طريقتي في الشراك في كل شيء، حتى ونتعبوا شاك يعني كل 10 حبات نغربل بصح نتحصل على تسكر هايل، تكون يعني خدمه نقيه. وهنا حتى السكر كلاصي تقدروا تضيفوا فيه شويه مزهر بودر ولا شويه فاني كيما حبيتو. راح نخليه 20 دقيقه ومن بعد نجي نحيه كف اليد هاك اللي سيه بيدي. كما تقدروا ديروا هذه العمليه بالليغون ثاني تقدروا ديروها، راح تتحصلوا على يعني تسكار ليس ما تضطروش من بعد تزيدوا بالصفايه. وسيرتو من تحت القاعده حاولوا تنقصوا منها بيان السكر هاك باش ما يوليش الكاطو غير سكر، باش يسبنوا بيان اللوز يسبنوا القارص ويكونش الكاطو بزاف حلو. والحمد لله هذه طلبيه كانت طلعت لفرنسا، والحمد لله الزبونه يعني الناس اللي راحوا لها كانوا ديميت كانوا يعني عجبهم قاطونا، والحمد لله اللي قاطونا يعني القاطو الجزائري الحمد لله اللي راهو يوصل للعالم. ولا غير مدت لهم القناه وقالت لهم شوفوا
لا غوصات على بها زربت بهذا مقروط اللوز، باسكو راني مصوره من شحال من وصفه، وان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله راح نحط لكم كامل الوصفات، وصفات تكون بنينه. بالنسبه للسعر قبل ما ننسى، هنا تبقى على حساب سعر اللوز كيفاش تشروه. انا مثلا حنا عندنا اللوز راهو غالي، المينيموم 220 ألف، يوصل حتى 250 260، على هاك نحسبوه من 14 حتى 15. لو كان يكون اللوز اقل اكيد راح نحسب الجاتو موان شير على هذا السعر. سما سيرتو مقروط اللوز، يعني مقروط اللوز وشي هو يعني غير لوز. هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم. دمتم في رعاية